السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا هنعمل بطاطا دلوقتي. انا كان عندي كام حوالي كيلو او اقل من كيلو، ولقيتهم هيبوظوا فقلت اطلعها يعني قشرتها وغسلتها وقطعتها زي ما انتم شايفين كده. قلت بدل ما تبوظ عندي، وفي نفس الوقت انا لما بعملها مشويه بتبقى تقيله قوي ما بردوش ياكلوها، فانا قلت اعملها بالطريقه اللي انتوا هتشوفوني بعملها فيها ديت. تعالي يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. انا عندي هنا حله، والبطاطا اهي غسلتها وقشرتها وقطعتها زي ما انتم شايفين، قطعها اي تقطيعه انت تعجبك. احطها بقى في الحله كده، تمام. وهاجي نازله عليها بشويه ميه، يعني حوالي كوبايه او كوبايتين، سوري، كوبايتين ميه، حطاهم في الشفشق ده، تمام. فهحطها بقى على البوتاجاز واسيبها واغطي عليها واسيبها لما تستوي، ونشوفها بعد كده هنعمل ايه فيها مع بعض. خلاص كده اهي البطاطا عندي اتسلقت اهيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهديت عندي. الميه بتاعتها اتبقت معايا كوبايه ميه بعد ما صفيت البطاطا عشان انا هحتاجها دلوقتي. وعندي هنا انا ما رضيتش احط الكوبايه التانيه في اللبن عشان اوريكم ان انا خدت بقى معيار في الكوبايات. الكوبايه دي خدته زي كوبايه لبن، لان انا عندي هنا كريم شانتيه، كريم سوري كريم كراميل، بياخد كوبايتين وكوبايتين، فانا هحط 3 كوبايات بس. انا حطيت هنا كوبايه حليب، ادي الكوبايه التانيه، وادي كوبايه الكوبايه اللي انا سلقت فيها البطاطا، يعني الميه اللي بقت من البطاطا حطيتها ما رميتهاش. وهاجي جايبه بقى حله اهي، هنزل فيها بكل السائل اللي انا حطيته، تمام كده. وهاجي جايه هنا نازله بالكريم شانتيه، بالكريم كراميل. انا مش عارفه ليه مصدره كريم شانتيه، كريم كراميل. ادي باكت شويتين اللي هو دريم، نوعيه دريم دي جميله بصراحه، انا بحبها في كل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، تمام. العسل بقى ده اللي هو ده انا هشيله، هنخليه للاخر هقول لكم هعمل بيه ايه، تمام. وهنزل بنقطه واحده فانيليا، وكده كده ريحته حلوه، فانا هنزل بس بنقطه واحده فانيليا. وهجيب بقى السكر. انا خدت هنا ربع كوبايه سكر، دي بمعدل الكوبايه اللي هي بتاعه الشاي اللي انا لسه حاطه بيها اللبن، تبقى ربع كوبايه. وبعدين السكر ده حسب رغبتك انتي، انا عشان عندي بيحبوا الحاجه مسكره فانا حطيت سكرتين. لو عايزه تخليها على نفس التحليه بتاعه الكريم كراميل براحتك خالص انتي، ممكن تحطي في الحاجه براحتك. انا دلوقتي هرفع بقى الحله، كنت عملت كله على البارد، هرفع الحله على النار، وبعد كده هضرب همسك بالهاند بلندر البطاطا او تهرسيها جامد بالهراسه عشان نضيفها على الكريم كراميل. نشوف احنا هنعمل ايه تاني معاها. هرفعها بقى على النار وهوريها لكم دلوقتي. انا هنا خلاص ضربت البطاطا اهي، بصوا بتنعمل بالشكل ده. بس انا عايزه اقول لكم على حاجه، انا حطيت فيها ربع كوبايه ميه علشان خاطر ايه، يعني تفك معايا اكتر وتبقى ناعمه معايا اكتر. انت لما تحطيها في الخلاط يا اما تخلي من الكوبايه بتاعه البطاطا شويه تحطيهم مع في الخلاط معاكي، او انت لو هتهرسيها بالهراسه مش هتحتاجي تحطي لها ميه. هنزل بقى بكل الخليط بتاع البطاطا اللي انا عملته ضربته معاكم ده في قلب الكريم كراميل. تعالوا بقى معايا عند البوتاجاز. انا هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم هنزل بقى بخليط البطاطا كده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احط لها سوائل كوبايه ونص او كوبايه وربع، هي كوبايه وربع كويس، او كوبايه ونص كويس، سوري 3 ونص قصدي، 3 ونص ميه، حليب على ميه كويس قوي قوي قوي، هتبقى جميله وكويسه معاكي. بصوا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. افضل بقى اقلب فيها كده لغايه ما تغلي معايا، وبعد كده بقى نشوف ايه هنعمل فيها ايه تاني. هنقلب فيها لغايه ما تغلي وانزلها من البوتاجاز ونيجي نفضيها مع بعض ونشوف هنحط عليها ايه تاني. بصوا بقى هي خلاص كده غليت معايا اهيت، ونزلتها من على البوتاجاز، تمام اهي. هجيب بقى هنا جايه هسيبها بس دقيقتين كده تهدى مع نفسها شويه. هجيب بقى هنا قالب زي ده او اي حاجه انت عايزه تغرفي فيها، ما تربطيش نفسك باللي معايا. اي حاجه انت عايزه تحطي فيها، في كاسات، في اطباق، اللي احنا بنحط فيها رز بلبن، اي حاجه، اي طبق عندك حطي فيه. تيجي جايه بقى كده عامله كده،
هاجي جايبه بقى زبيب على جوز هند، ده اختياري، اللي انت عايزه تخليها على كده كويسه جدا. زبيب على جوز هند على على قولي معايا سوداني، انا دقاهم طحنهم نص طحنه كده، تمام. هي عامله بقى كده. انت بقى وزعي الزبيب كده عشان الزبيب بينزل هنا، طبعا الزبيب مش هيلزق معاكي ولا هيلزق معاكي السوداني والحاجات دي. وهجيبه بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا بركة الحبيب، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جاية كده بالراحة خالص كده اهو، تمام اهو. بقى معايا دول بقى هفضيهم في كاس تاني. بصوا هي كده خرجت من التلاجة اهيت، والاتنين كمان اللي انا كنت عاملاهم زيادة معاها. هنجيب بقى طبق ونقلبها سوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش بعرف اقلب بسهولة. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى بعد ما قلبتها والطبقين التانيين قلبتهم، بصوا شكلها عامل ازاي، بطاطا ولا كريم كراميل. بصوا بقى عامله شكلها، انا عايزه اقول لكم بصوا طبيعي جدا. كراميل ده اللي هو باقي كده، بصوا يعني هي مش محتاجه اي تزيين تاني. بصوا بقى شكلها عامل ازاي. تعالوا اقطع معاكم بمعلقه، ثواني اجيب معلقه. بصوا دي نبدأ بيها مثلا، بصوا عاملة ازاي. اقسم بالله طعمها تحفة تحفة تحفة. يعني ان شاء الله اعمل معاكم كل انواع يعني البطاطا بكل انواعها وكل وصفاتها ان شاء الله باذن الرحمن، وتعجبكم وتنور رضاكم. اعملوها بالطريقه دي هتعجبكم. ما تنسونوش في اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وان شاء الله يوصلكم كل جديد مني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.